السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ وكل سنة وانتم طيبين، ونصلي كده على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. وطبعا احنا خلاص بقينا في العشر الاواخر من رمضان. رمضان جري بسرعة قوي، وربنا يا رب كده يجعلنا من المعتوقين من النار، ويا رب ويعتق رقبتنا جميعا يا رب. هنعمل بقى النهارده يا جماعه، عندنا عزومه كده بسيطه كده وسهله، ومقاديرها مش كتيره، وعملت شويه حاجات مش كتيره، بس ما شاء الله كان الاكل جميل جدا، يا ربنا يجعله يا رب بالف هنا والشفاء. اول حاجه هعملها، انا معايا هنا فراخ، ومعايا كمان بطايه حلوه كده. هعمل المرته بتاعه البطه اول حاجه. معايا كده كميه من البصل المبشور، وكمان حطيت البهارات بتاعتي، ملح وفلفل وكمون وكزبره ورشه من الشطه. وعايزه اقول لكم كمان ان انا فرمه في البصل، قرن فلفل حراق صغير كده، بيدي كده الحرارة في الأكل يا جماعة، بتدي شمخة كده حلوة للأكل، وبتدي الأكل طعم حلو قوي. بس طبعا ما تكتريش عشان الأطفال اللي معاكي والكلام من ده. هحط بقى ربع كوباية من المية بالشكل ده كده على البصلة، وهغطيها وهدي النار عليها يا دوبك بس تشرب المية، يبقى هي كده جاهزة معايا. أنا مش عايزة أسويها سوا كامل، لأن لسه هتكمل السوا بتاعها في البطة. فحطيت الربع كوبايه الميه دي يا دوبك، بس اول ما تتشرب خلاص كده المرته جاهزه معانا. دي طبعا المرته التقليديه المعروفه اللي كل الضمايطه بيعملوها، انما انا قبل كده عملت معاكم المرته على البارد، يعني من غير ما احطها على البوتاجاز، ونفس النتيجه. انا ما بشوفش ان في اختلاف في الطريقتين. هو نفس الطعم، سواء حطيتيها نيه من غير ما تحطيها على النار، او سواء زي ما انا عملتها النهارده كده. الاتنين مفيش بينهم اي فرق، ده رأيي الشخصي. وفي ناس بتختلف معايا وفي ناس بتتفق معايا، بصراحة انا ما شفتش اختلاف يعني كبير، ولا في اي اختلاف خالص في الموضوع. حشيت بقى البطه بالشكل ده كده، وهبتدي بقى ان انا اخيطها، لان مفتوحه فتحه جامده قوي. اللي منضفها المفروض ان بيبقى فاتح فتحه صغيره، لا الفتحه دي كبيره جدا، يعتبر بطن البطه من الاول للاخر مفتوحه، مش عارفه ليه كده. فزي ما انتم شايفين كده هخيطها بالشكل ده كده، عشان اضمن ان المرتة بتاعتي ما تخرجش في السوا وكده، والبطه بتستوي. ويلا بينا نحط كده حلة على النار، ونشوف هنعمل ايه بعد كده. معايا بقى هنا كده حلة على النار، هنزل عليها بشوية من الزيت كده. واول لما الزيت بتاعي يبتدي يسخن كده بالشكل ده، هنزل بقى باربع حبايات من المستكة. طبعا لازم يكونوا مفتوحين، انا بفتحهم كده بالسكينة. وطبعا ده الحبهان، انما المستكة عادي بتتحط عادي، ما فيش اي حاجة بالشكل ده كده. حطيت كمان شوية من اللوري، وحطيت بصلتين صغيرين كده يدوا للشوربة طعم. هي البطة محشية مرتة وكل حاجة، بس حبيت كمان ان انا ازود الطعم، ان انا احط كمان البصلتين الصغيرين دول. وهبتدي بقى ان انا انزل بالبطة بتاعتي كده، وهشوحها على كل جنب شوية بالشكل ده كده. انت يا امل بتقلبي البطه بايديكي؟ اه يا جماعه بقلبها بايديا، لان ما بتحكمش فيها غير لما بقلبها كده بايديا بالشكل ده. هنزل بقى بكميه الفراخ اللي معايا بالشكل ده كده. وطبعا تسويه الفراخ غير تسويه البط، انا حطيت كله في حله واحده. واول لما الفراخ بتاعتي تستوي هبتدي ان انا اطلعها، واسيب البطه تكمل السوا بتاعها عادي خالص. هحط بقى البهارات بتاعتي عشان انكه الشوربه، رشه بسيطه من الفلفل الاسود، ورشه بسيطه من الكمون، واظبطي الملح بتاعك. وتمام قوي كده. هتنزلي بقى الميه، غطي البطه بالميه، غطيها للاخر، لان طبعا البطه بتاخد سوا زياده وبتستوي شويه كتار، فالشوربه دي بتقل خالص. انا دايما وانا بسوي البط او اللحمه ببقى حاطه جنبي ميه بتغلي، لما بلاقي ان البطه نقصت يعني جامد، بقوم حاطه ايه من الميه المغليه اللي معايا دي. معلش اعذروني لو صوتي متغير شويه او الصوت رايح، لاني معلش زور وجعني وكده. الحمد لله على كل حال. ممكن يعني الصوت يكون ما ايه مش واضح لكم شويه. معايا بقى هنا هنعمل صنف النهارده من الخضار. طبعا عملنا بسله كتير قوي وزهقنا من البسله، فقلت النهارده اغير، وقلت ان انا هعمل النهارده سبانخ. حطيت برضو بصلتين كده مبشورين، ونزلت عليهم كده شوحتهم كده في الزيت، مش عايزاهم ياخدوا لون. اول بس ما البصله تدبل، هنزل بمكعب من مرقه الدجاج،
وكمون وكزبرة وشوية كده من الشطة ورشة بسيطة من الفلفل الاسود، واظبطي الملح وقلبي بقى الكلام الجميل ده كله كده مع بعضه. وطبعا ما ننساش رشة السكر، اي صلصة معانا هنحط عليها رشة من السكر هتظبط الطعم جامد جدا. حمصي بقى البهارات مع البصلة كده لحد ما ريحتهم تطلع، وهبتدي بقى ان انا انزل بالسبانخ المتفرزة اللي بطلعها من الفريزر على الحل على طول زي ما انتوا شايفين كده متجمدة. اي خضار عندك مفرزاه طلعيه متجمد وانزلي بيه على طول في الحلة، ما تسيبهوش يفك. لو سبتيه يفك يبقى خلاص كده هينزل ميته، مش هيبقى احسن حاجة الصراحة. زي ما انتوا شايفين كده السبانخ متجمدة معايا، بس انا بحاول افكك فيها علشان البصلة من تحت ما تتحرقش، ان انا اقلب كله مع بعضه والبصلة بتاعتي ما تتحرقش مني. هغطي بقى عليها شوية لحد ما تدبل اهو بالشكل ده كده، دبلت خالص. هقلب بقى البصلة مع السبانخ كويس قوي. في ناس بتعمل السبانخ دي بطريقة تانية، بس دي بصراحة طريقة امي اللي طول عمرنا بنطبخ بيها ومتعودين نعمل بيها السبانخ. في ناس بتقلي البصلة وتحط البهارات وتنزل بالطماطم، اول ما الطماطم تتسبك كده بتنزل بالسبانخ وتسيبها بعد كده تكمل تسويتها. طبعا كل شيخ وليه طريقة، كل واحد حسب ما تعود. والاكل يا جماعة اذواق، يعني انتي الاكل ده اذواق، اهم حاجة في الاخر الطعم. يعني ممكن الطريقة تكون مش واحدة بس الطعم يكون حلو، فمش هنختلف. حطيت الصلصة بقى زي ما انتوا شايفين الطماطم وسبتها بقى تتسبك كويس قوي كده مع بعضها وسبتها على جنب. وبدأت ان انا اعمل في عصاج اللحمة المفرومة عشان نعمل جلاش. هنعمل النهاردة جلاش زي ما احنا متعودين مع بعض، عزومة يعني جلاش، يعني عزومة يعني جلاش باللحمة المفرومة دي معروفة. البشاميل اللي بحسه ان بيبقى تقيل مع العزومات ومع الاكل الكتير، يعني ده رأيي الشخصي. انا بحب ان انا اعمل صينية جلاش كده باللحمة المفرومة، بتكون جنب الاكل حلوة قوي وبتبقى اخف كتير من المكرونة بالبشاميل. انا بعتبر المكرونة بالبشاميل دي وجبة لوحدها واكلة لوحدها، يعني مش محتاجة جنبها حاجة غير ممكن تعملي شوية سلطة، ممكن تعملي شوية بطاطس محمرة، شوية مخلل، اكتر من كده مفيش. انما تقوليلي ان انت تعملي صينية مكرونة بالبشاميل جنب رز جنب خضار جنب فراخ جنب مثلا اكل تقيل وكده، بصراحة بتكون يعني تقيلة جدا وبتتساب ما بتتاكلش، لان البشاميل اكلة تقيلة. زي ما انتوا شايفين البصلة بتاعتي بدأت تدبل، نزلت عليها باللحمة المفرومة وكمان نزلت بالبهارات. اول ما اللحمة المفرومة خدت اللون اللي غيرت لونها زي ما انتوا شفتوا كده، بنزل بالبهارات ملح فلفل كمون كزبرة رشة من الشطة وظبطت الملح. دي كل البهارات بتاعتي، يعتبر النهاردة الاكل بتاعي كله ببهارات العادية بتاعتنا التقليدية. لا في معايا بابريكا ولا كركم ولا كاري ولا اي بهارات غريبة او بهارات يعني إيه لها ايه طعم معين يعني وكده. البهارات بتاعتي كلها النهاردة هي يعني واقفة على الكزبرة والكمون والفلفل الاسود اللي هي البهارات العادية خالص. زي ما انتوا شايفين هنا السبانخ بدأت تغلي، بديها بس كده تقليبة ومهدية طبعا عليها النار لان انا كنت بطبخ من بدري. وهنا البط بتاعي والفراخ بتستوي زي ما انتوا شايفين كده، برضو مهدية عليها النار. انا مش مستعجلة، انا من النوع اللي لما بيكون عندي عزومة بحب اطبخ من بدري علشان ابقى براحتي، وكمان عشان اعرف اقعد مع الناس اللي بتكون عندي، وكمان مش عايزة اللي يجيلي يتعب ويمد ايده في حاجة. بحب ان انا اعمل حاجتي من بدري علشان ابقى قاعدة وما فيش ورايا حاجة وما اشغلش حد معايا. اصل انا مش عازمه اللي جاي لي ده علشان اقعد اشغلها او اخليها تعمل معايا. طبعا في ناس بتحب تعمل وكل حاجه طبعا بنساعد بعض بعد الفطار بقى كل واحد بيقدر على حاجه بيقوم يعملها. انما بصراحه بالنهار بحب ان انا اكون بعمل الاكل من بدري
وبحب اعمل الحاجة من بدري كده بروقان، واكون مظبطة المقادير بتاعتي، وما اكونش بجري ورا نفسي، وابقى براحتي خالص ومبقاش مستعجلة. بصراحة الموضوع ده بيظبط معايا اي عزومة عندي، وبيخليني يعني مرتبة افكاري، وبعمل ايه وخلصت ايه واركنه على جنب. حتى لو الحاجة هتستوي على التسخين ما عنديش اي مشكلة. احسن من انك تبقي متاخره وتبقي تقومي تجري ورا نفسك وعايزه تعملي ده وما انتش لاحقه وعايزه تعملي ده. وطبعا لما بيكون عندك حد في البيت بتبقي مش عايزه تسيبيه يقعد لوحده، عايزه تقعدي معاه. طبعا ده من الذوق، حتى لو كان حد قريب منك مش حد غريب، حتى لو كانت اختك، حتى لو كانت سلفتك، حتى لو كانت حد قريب ليكي جدا. من الذوق والاحترام انك انت تبقي يعني مظبطه حاجتك علشان يبقى عندك وقت تقعدي مع الحد اللي جايلك ده او الشخص اللي جايلك ده. ده برضو زي ما قلت لكم رأيي الشخصي، يعني مش كل الناس اللي يعني اللي ما بيعملش كده يبقى يبقى مش وحش او مش حلو، لا. كل واحد وذوقه، كل واحد ورأيه. ده رأيي الشخصي، تتفق معايا او ما تتفقيش طبعا، يعني ايه، كل واحد ورأيه. فهنا بقى عملت صينيه الجلاش زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بقيت اخد ورقتين بورقتين، ما باخدش ورقه بورقه، انا باخد كل ورقتين واحطهم كده بالشكل ده، واديهم دهنه بسيطه كده بالمعلقه من السمنه. ما تكتريش عشان ما تبقاش تقيله. اهو بالشكل ده كده، كل ما بحط ورقتين بديهم كده ايه رشه بسيطه كده من السمنه. دخلي بقى الطروف بتاعت الجلاش كده بالشكل ده بكل بساطة وسهولة. دخلي بالراحة كده الاطراف دي كلها لجوه. طبعا عملنا صينية الجلاش مع بعض اكتر من مرة، والطريقة ديت سهلة وبسيطة ومفيش فيها اي مشكلة. اهو بالشكل ده كده سوينا كل الاطراف. وكمان هبتدي ان انا انزل بورقة كده من على الوش تظبط شكل الوش معايا. خلاص كده خلصت الصينيه معايا، وبدات ان انا اقطعها. طبعا بقطعها وهي قبل ما تخش الفرن، طبعا كلنا عارفين المعلومه دي، بس انا باكد للي ما يعرفش. الجلاش يا جماعه لازم يتقطع قبل ما يخش الفرن. قطعي بقى بالعدد اللي انت تحبيه او بالحجم اللي انت تحبيه. انا بقطعها بالشكل ده كده، مش كبيره قوي مش صغيره قوي، بحيث ان اللي ياخد قطعه يعرف ياكلها كده وتبقى ايه يعني مناسبه كده في ايده. بلاش التقطيعه الكبيره قوي، وبلاش انك انت تعمليها صغننه قوي، يعني الوسط بيبقى حلو في كل حاجه. اهو اللي عايزه اقول لكم ان الصينيه دي كبيره، دي اكبر صينيه في الطقم، مش باينه في التصوير بس هي كبيره. هحط بقى رشه كده بسيطه من السمنه. قلت بقى شويه السمنه اللي معايا احطهم على الوش لان هم مش كتير ولا حاجه. خلاص كده خلصنا صينيه الجلاش بتاعتنا، هنركنها بقى دلوقتي على جنب، وهنشوف لسه هنعمل ايه. معايا بقى هنا الفراخ كانت استوت وطلعتها كده بالشكل ده كده، لان طبعا البطه لسه قدامها وقت طويل يعني لحد ما تستوي. هطلع بقى كل الفراخ بتاعتي بالشكل ده، وههدي النار بقى على البطه واسيبها تكمل السوا بتاعها على مهلها خالص. زي ما قلت لكم كنا لسه بدري، يعني انا هنا كنا الساعه تقريبا 3، فكان معايا لسه وقت طويل. كانت السبانخ بقى اتسبكت، وقلت اما اعمل بقى الطشه بتاعت السبانخ كده. معايا هنا كميه حلوه كده من التوم. طبعا دي التوم ده انا مفرزاه، بس زي ما انتوا شايفين كده انا بطلع التوم من الفريزر ابيض شفاف زي ما انتوا شايفين كده، ولا بياخد لون ولا لونه بيخضر ولا اي حاجة خالص. طلعت كده معلقتين من التوم، وبدأت ان انا كده ايه اضغط عليهم بالمعلقة كده وافككهم كده في الزيت. واول ما البصل التوم ياخد معايا لون بسيط كده، هنزل بالكزبرة الناشفة، وهدوهم تحميصة كده مع بعض حلوة قوي لحد ما تشم الروايح الجميلة. طلعت كده ما تغمقيش قوي، يا دوبك كده تاخد لون ذهبي. هنقل بقى السبانخ على العين دي وعلشان تبقى قريبة لايديا كده، وهبتدي ان انا انزل بقى على السبانخ بالجمال ده. اهو بالشكل ده كده ما شاء الله كانت اتسبكت وكانت ريحتها قلب البيت كله. نزلت بقى بالطشة بتاعت التوم والكزبرة على السبانخ، وهديها كمان غلوة واحدة بس، هطفي على السبانخ، وتبقى كده كمان السبانخ جيزت معانا.
وهنا كانت البطة بتاعتي بسم الله ما شاء الله كانت خلاص استوت، وكانت بقت دايبة دوب. وهنا ما شاء الله ما شاء الله كان الفراخ بتاعتي كانت استوت، والبط كمان استوى. وقلت بقى ان انا اعمل لهم تتبيله للشوي حلوه قوي. معايا هنا معلقه كده كبيره من صلصه الطماطم، وحطيت مكعب من مرقه الدجاج. حطي بقى بهاراتك، ملح، فلفل، كمون، كزبره، شطه، شويه كمان من السكر، وكمان معلقتين من الخل، ومعلقتين من الزيت. عايزه اقول لكم ان التتبيله دي تحفة، بتدي لون وطعم لأي لحوم خطير. مش عايزة اقول لكم اعمل ازاي. وطبعا كمان لو كان عندي ليمون كنت حطيت عصرة نص ليمونة. لما بيبقى عندي ليمون، اللي متابعني عارف التتبيلة بتاعتي دي في كل المشويات. هقلب بقى الكلام الجامد قوي قوي ده مع بعضه، وهدهن بقى وش البط كده والفراخ بالشكل ده كده. عايزه اقول لكم بقى الطعم خطير، يعني مش لون بس، لا لون وطعم، بتبقى حاجه ما شاء الله اللهم بارك، حاجه جميله جدا. هدهن بقى كله من على الوش، وكمان هقلبهم من تحت، وهعملهم كمان ادهنهم من فوق ومن تحت. انا هنا فصلت بقى الكاميرا، ونزلت بايديا بقى في البط كده بالشكل ده، والفراخ دهنتهم دهنه حلوه قوي، يعني ظبطت الدنيا يعني. معايا هنا بقى كوبايه من اللبن، حطيت كمان عليها بضايه، وحطيت ملح وشويه من الفلفل الاسود، وقلبتهم بالشكل ده كده. كنت انا هنا ولعت الفرن، وحطيت صينيه الجلاش تتشمع كده وتاخد لون بسيط من تحت. اول ما ابتدي الجلاش بتاعي يورق، بنزل كده عليه، بطلعها بقى من الفرن زي ما انتوا شايفين كده. هنا كانت بدأت تاخد لون من تحت، فكانت ورقت معايا حلوه قوي. بنزل عليها بالتشريبه دي، وعايزه اقول لكم التشريبه دي بجد بجد اللي بيعمل الجلاش من غير التشريبه دي فايته كتير جدا جدا. انت بتاكلي في حاجه عباره عن فطير شرقي، جلاش، ما انتش عارفه انت بتاكلي ايه، والطعم خطير خطير خطير. بسم الله ما شاء الله، ده كان شكل الاكل بتاعنا. وعايزه اقول لكم حقكم عليا، وما تزعلوش مني ان انا ما عرفتش اصور المقطع بتاع تقديم الاكل علشان الولاد وعشان الضيوف اللي كانوا عندي. ده كان شكل الاكل بتاعي وغرفته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.